السلام عليكم، معاكم قناة تحليلاتكم. طبعا يا جماعة كشفت مصادر صحفية مقربة من النادي الأهلي. طبعا في البداية عشاق وجماهير النادي الأهلي يا جماعة اعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. المصادر الصحفية المقربة من إدارة النادي الأهلي وصانعي القرار في النادي الأهلي كشفت عن مفاجأة، وهي الأهلي يفكر جديا يا جماعة التخلص طبعا من مدافعه الدولي طبعا أشرف داري المغربي بسبب لعنة الإصابات، وفي الحالة دي هيكون طبعا يسيب مكان فاضي يعني للصفقة الجديدة اللي النادي الأهلي يبحث للتعاقد عنها، سواء المهاجم كوتيسا أو حتى علي معلول بتسجيله إفريقيا طبعا في قائمة النادي الأهلي. ففي هذه الحالة طبعا كشفت المصادر الرسمية ردا على هذه المزاعم طبعا اللي طلعت بالتقارير الصحفية إن النادي الأهلي زي ما قلنا عايز يبيع أو حتى يعرض طبعا أشرف داري للإعارة بسبب كثرة الإصابات. المصادر الرسمية من النادي الأهلي نفت كل الكلام ده شكلا وموضوعا، قالت لك لا نية لدى طبعا النادي الأهلي والجهاز الفني على رأسهم طبعا السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لعرض أشرف داري للإعارة أو للبيع، وخاصة في ظل طبعا الاقتناع الكامل من الإدارة الفنية بقيادة مارسيل كولر بمستوى اللاعب وبإمكانيات اللاعب طبعا أشرف داري مدافع النادي الأهلي، خاصة إن أشرف داري ما بيعانيش بكثرة إصابات ولا حاجة. أشرف داري بيعاني طبعا من شد في العضلة الخلفية في مباراة طبعا تعرض لها في مباراة سموحة كانت بتاريخ 7 يناير في الدوري الموسم الحالي 7 يناير، يعني احنا دلوقتي في 2 فبراير، يعني ما عداش شهر أصلا على إصابة أشرف داري، وقالت لك لا نية لبيع اللاعب أو حتى عرضه للإصابة. الجدير بالذكر طبعا إن أشرف داري يا جماعة انضم للنادي الأهلي طبعا في الصيف الماضي الانتقالات الصيفية الماضية بصفقة انتقال طبعا تكلفها النادي الأهلي بقيمة تقريبا 1,900,000 يورو قادما طبعا من نادي بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم مقابل زي ما قلنا 1,900,000 يورو أو 1,900,000 دولار. ده يا جماعة بخصوص طبعا اللاعب أشرف داري وعرضه أو التقارير الصحفية أو المصادر الصحفية طبعا اللي تسربت عن عرض النادي الأهلي وتفكيره في بيع أشرف داري أو حتى إعارته بسبب كثرة الإصابات. نتمنى طبعا عودة اللاعب في أسرع وقت، لأن النادي الأهلي محتاج زي ما قلنا كان محتاج على المستوى الهجومي، أيضا محتاج على المستوى الدفاعي تدعيمات قوية جدا. ففي حالة فعلا الراجل ده لو هيتصاب كتير فاحنا نخلص منه وتكون فرصة كويسة طبعا لعلي معلول ان هو يتم قيده طبعا في القائمة الافريقية اللي ممتدة طبعا للاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم مد فترة طبعا التعاقد او القيد في افريقيا لمدة شهر تقريبا بعد ما كانت تنتهي طبعا بنهاية شهر يناير، مدها لنهاية شهر فبراير 28 فبراير. فاتمنى ان لو النادي الاهلي فعلا بيفكر في اعارة اللاعب يسرع شوية طبعا قبل ما الانتقالات الشتوية تتقفل اللي هي اخرها 8 فبراير بالنسبة للدوري المحلي و28 فبراير بالنسبة لافريقيا، علشان يستطيع ان هو يضم سواء على المستوى الهجومي صفقة تاني اللي هو كوتيسا مثلا السويسري أو حتى علي معلول التونسي. فده كله هيكون في مصلحة النادي الأهلي. أما إذا كان الكلام ده كله مجرد إشاعات فأتمنى أن اللاعب يرجع في أقرب وقت، لأن النادي الأهلي في مركز السردباكين أو السردباك يعني في مركز الدفاع الظهير طبعا محتاجه جدا جدا جدا. ده يا جماعة باختصار كل ما يخص الخبر. ما تنسوش الدعم المجاني، الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم. سلام عليكم.